أعلنت الشركة البريطانية ساوند إنيرجي عن إتمام مفاوضات تجارية الخاصة بتصميم وتشييد وتشغيل محطة معالجة الاستكشافات الغازية في منطقة تندرارا. وأكدت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة إيطال فلويد للخدمات البترولية يهم تفاصيل العقد الذي يتصل بتشييد مصنع معالجة وإرسال الغاز الطبيعي بتندرارا الشرقية. وأشار العملاق البريطاني للتنقيب عن الغاز إلى أنه تم منح فترة حصرية تمتد إلى غاية 31 مارس 2021 سيتم خلالها الانتهاء من صياغة حيثيات عقد مشروع بناء المصنع. وأوضحت أن العقد يمتد على مدى 5 سنوات خلال الفترة الأولية، مشيرة إلى أنها ستدفع مبلغا أوليا قدره $5 ملايين للشركة البترولية المتعاقد معها في غضون 30 يوما من إصدار الإشعار المتعلق باستغلال غاز تندرارا $2 مليون في غضون 30 يوما من التشغيل الناجح للإنتاج الغاز المسال بالمصانع. جدير بالذكر أن مصنع إنتاج الغاز الطبيعي يندرج ضمن خطة وطنية لتصديره من بئر تندرارا إلى أوروبا لم توافق الوزارة عليها بعد، إذ سيتم ربط المصنع المشيد بأنبوب الغاز الأوروبي المغاربي الذي سيعبر منطقة معتركة الواقعة في الحيز الترابي لإقليم فيغيغ، وسيمر أيضا عبر الجماعة القروية مريجة التابعة لإقليم جرادة. وقال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن جرى التوقيع على العقد من قبل المدير العام للمكتب أمين بن خضرة ونائب رئيس الشركة البترول ميلسان آل كولمان عبر تقنية المناظرة المرئية. وأوضح أن عملية التنقيب تهم المنطقة الحرة المسماة ميزوريف التي توجد شمال المغرب. وأفاد المكتب بأن عقد استكشاف الهيدروكربورات مدته 2 سنين ويتعلق بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإنجاز المسح الاهتزازي الثنائي البعدين. وتعد شركة النفط الأمريكية من أكبر شركات التنقيب في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطات المثبتة، وتشرف على مشاريع هيدروكربورات في 17 دولة. وكانت التباشير البترولية والغازية الجديدة في المغرب جاءت مع إعلان توقيع كل من الشركة البريطانية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال نهاية أكتوبر من السنة الماضية مذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية للاتفاق بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية. ويتوقع أن تشرع الشركة البريطانية في إنتاج الغاز من حقول المنطقة بشرق المغرب خلال العام المقبل. وكانت الشركة SDX إنيرجي البريطانية أعلنت عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 مترا في حقل يقع في منطقة لالا ميمونة بإقليم العرائش. وقبلها أعلنت شركة ساوند إنيرجي البريطانية عن اكتشاف ضخم من الغاز في منطقة تندرارا القريبة من مدينة فيغيغ على مساحة تتجاوز 14,500 كيلومتر مربع، وقدرت المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب. وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح قال في برنامج تلفزيوني في 25 يناير الماضي: لدينا كمية من الغاز بغرب البلاد يستعمل في الصناعة، وعندنا في نواحي مدينة صويرة بالجنوب كمية أخرى تستعمل في الفوسفات. واليوم وقعنا اتفاقا مع ساوند إنيرجي البريطانية الذين اكتشفوا الغاز في منطقة تندرارا. وأوضح الوزير أن الشركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 مليار درهم، ونتوقع أن تستثمر ما قيمته 3.5 مليار درهم حتى نشرع في الإنتاج، مشيرا إلى أن الغاز المتوقع إنتاجه سيمكن من تغطية 40% من حاجيات البلد لمدة 10 سنوات. وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية إن حجم الاستثمار في مجال التنقيب على الهيدروكربورات بلغ حتى نهاية عام 2019 800 مليون درهم. دينامية جديدة تعود إلى قطاع الغاز بالمملكة المغربية بعد أشهر من التوقف القسري بفعل مخلفات الطارئ الصحي في الاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن تشرع حفارات بريطانية في التنقيب عن الذهب الأسود بالمنطقة الشمالية بعد منح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن رخصة جديدة للعملاق شاريوت أويل أند غاز. وأفاد بيان صحفي للشركة المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول توصلت به جريدة هيسبريس المغربية بأن المؤسسة المغربية المانحة للتراخيص أعطت الضوء الأخضر للشركة البريطانية قصد البدء في الدراسة التقنية والمسحية الخاصة بالحقل الغاز الكائن بالساحل الشمالي.
وتبعا لمنشور إخبار فإن المفاوضات الثنائية بشأن الرخصة الجديدة أسفرت عن إعطاء الحقوق الحصرية للتنقيب عن الغاز للشركة البترولية البريطانية التي تركز أنشطتها في القارة الإفريقية بدءا من عام 2021 بعد الخضوع للمساطر التنظيمية المغربية المعمول بها. وتمتلك الشركة البريطانية استنادا إلى الاتفاق الثنائي 75% من حصة التنقيب المتعلقة بالرخص التي تشغل مساحة جغرافية تصل إلى 8476 كيلومترا مربعا. استنكر سعد الدين العثماني تجنيد الجارة الشرقية لأجهزتها الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية في إطار حملة ممنهجة، مشيرا إلى أنه يتم التصدي لها واحتوائها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي. وفي مقابل عزلة الانفصاليين، أوضح العثماني أن أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم تمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما تمنت إعادة فتح معبر القرقارات أمام الحركة المدنية والتجارية. المسؤول الحكومي أكد أنه عقب تحرير معبر القرقارات وتأمينه من طرف القوات المسلحة الملكية، واصلت جبهة الانفصال استفزازاتها على ما قرب من الجدار الأمني، مستغربا إعلانها الانسحاب من وقف إطلاق النار في خطوة انتحارية وغير مسبوقة العواقب، ثم لجأت إلى شن حملة دعائية كاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الجزائرية. وجدد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على أن عملية إعادة الوضع إلى طبيعته في معبر الحدودي القرقارات وضعت حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها، واصفا إغلاق الطريق المارة بالمنطقة العازلة للقرقارات بالعمل الذي يخرق الشرعية الدولية. وذكر العثماني أن مجلس الأمن ما فاتئ يطالب منذ 2016 البوليزاريو بالامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية والانسحاب من منطقة القرقارات، مبرزا أن إغلاق المعبر يتحدى الأمين العام الذي أطلق 3 دعوات للحفاظ على حرية التنقل المدنية والتجارية في المنطقة. وأبرز العثماني أن اتخاذ قرار التدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة والجديرة بالثناء التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن 7 رسائل رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع. ونوه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بسياسة الملك الحكيمة والمتبصرة وقيادته الرشيدة لتكريس مغربية الصحراء باعتبارها قضية وطنية مصيرية جسدها عاهل البلاد في مقولته الخالدة: سيظل المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وضمن جواب رئيس الحكومة عن سؤال محوري بمجلس النواب متعلق بالحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية، أكد العثماني أن أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية لم يؤيدها أي بلد في العالم باستثناء الجارة الجزائر. وصور الإعلام الجزائري مشاهد وهمية ظهرت على التلفزيون الجزائري على شكل مراسلة صحفية من عين المكان تتحدث عن قصف مغربي لمنطقة تضم مدنيين صحراويين واتهام المغرب بتدمير المساكن، وكل ذلك من أجل تمرير مغالطة للرأي العام والتسويق لحرب الجبهة المزعومة. الإعلام الجزائري حاول بث مشاهد وهمية لا أساس لها من الصحة في إطار ما يسمى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي. وفي هذا الإطار قال حسن بلوان محلل وخبير في العلاقات الدولية إن الإعلام الجزائري يحاول عبثا التغطية على الإخفاقات التي راكمها حكام العسكر في ملف الصحراء الداعم للانفصال من خلال تقارير خيالية تروج لحروب وهمية بعيدة عن الواقع الميداني الذي يتسم بالهدوء.
وأضاف بلوان في تصريح أن الآلة الإعلامية الجزائرية تجتهد لترويج المعارك الطاحنة الافتراضية التي تخوضها البوليزاريو ضد المغرب، لكن كشفت كل هذه الأكاذيب لدى الرأي العام الدولي وكذا المحلي، خاصة بالنسبة للداخل الجزائري وفي أوساط أبناء الصحراء المحتجزين في تندوف. وتابع بلوان قائلا: ولعل آخر فصول هذه المسرحية الإعلامية الهزلية الترويج لتدخل المغرب في تندوف كحدث مرتقب، ولكنه بعيدا عن معطيات الواقع والتحركات الميدانية، خاصة مع تشبث المغرب باتفاق إطلاق النار. وأكد المختص في العلاقات الدولية أن ما يروجه الإعلام الجزائري من إشاعات وأكاذيب بخصوص قضية الصحراء المغربية موجه للاستهلاك الداخلي أولا، وتصدير الأزمات البنيوية التي يعانيها النظام العسكري الجزائري ثانيا، من خلال التخويف الدائم من العدو الخارجي، مشيرا إلى أنه منذ عقود والعسكر يتخذ المغرب مشجبا لإخفاء فشله الذريع في السياسة والاقتصاد والتنمية رغم الإمكانيات المادية والموارد الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، وفي الوقت نفسه يشكل ذلك طريقة للحفاظ على امتيازات القادة.